لا تاخذ اوزمبيك وخليني اعطيك مجموعة اطعمة بتشتغل زي الاوزمبيك لحرق الدهون. يا جماعة بتعرفوا انه في 7 اطعمة بتشتغل زي الاوزمبيك لحرق دهون البطن، واذا ما كنت بتعرفها ممكن تكونوا عم تفوتوا على حالكم فرصة ذهبية للتخلص من الدهون بشكل اسرع. هلا الكل بيعرف انه النواقل العصبية بتلعب دور كبير في جسمنا، بس هل كنتم بتعرفوا انه في نواقل معينة بتأثر على فقدان الدهون بشكل غير مباشر؟ واحد من اهم هاي النواقل هو الجابا. المشكلة انه مكملات الجابا مش دائما فعالة، فشو الحل؟ خلينا نحكي شوي عن الجابا. هو ناقل عصبي بيساعدنا نسترخي وننام بشكل جيد، والنوم الجيد هو مفتاح لحرق الدهون. تخيلوا شخصين بياكلوا نفس الاكل وبيلعبوا نفس الرياضة، واحد بينام كويس والثاني لا، شو النتيجة؟ راح تكون فرق كبير على الجسم. أكيد اللي بينام كويس نتائجه راح تكون بشكل كثير كبير أحسن. دراسة أظهرت أنه لما نعطي الجابا مباشرة وكميات قليلة، إذا جمعناها مع الأرجينين نسبة وصول الدماغ بتزيد ل 67%. يعني في طريقة بنساعد فيها الجابا توصل للدماغ. طيب شو هي هاي الأطعمة اللي ممكن تزيد الجابا عنا؟ عن أولا الأطعمة المخمرة، المخللات، اللبن، الكيمتشي، الكفير، الكمبوتشا، أي شيء مخمر. هاي الأطعمة بتدعم صحة الأمعاء واللي بدورها بتأثر على مستويات الجابا. الطماطم، البندورة، مش ضروري ناكلها نية. استخدموا صلصة الطماطم أو معجون الطماطم، اعملوا صلصة بولونيز مع اللحمة المفرومة وبتكونوا ضربتوا عصفورين بحجر. الروبيان، الشريمز، الجمبري، هاي المأكولات البحرية غنية بالجابا والأرجينين. مو مش شرط تاكلهم كل يوم، بس دخلهم بنظامك الغذائي بشكل أسبوعي راح يفيدك بشكل كثير كبير. الفول الأخضر غني بالجابا وبيساعد على تحسين المزاج والاسترخاء. الكاكاو الخام، مش الشوكولاتة المحلاية، الكاكاو الخام ممكن تضيفوه للحليب الدافي قبل النوم. السبانخ غنية بالجابا، بس ننتبه انه فيها اوكسالات عالية، فالافضل انه يا اما بنقلل منها او نطبخها بشكل جيد، ما تتاكل نية. الخلاصة الهدف هو نزيد الجابا بشكل طبيعي لتحسين نومنا وفقدان الدهون. فجربوا تضيفوا هاي الأطعمة لنظامكم الغذائي وراقبوا التغيرات بأنفسكم. وإذا حابين نساعدكم في سوبر هيومن ببرنامج غذائي وتمرين يوصلوك لأهدافك، ابعث كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. سلام.